ما سألتش نفسك سؤال، هو ليه ممكن انا مثلا رافع عليه اكتر من 14 و20 مليون ريكورد وداتا حجمها كبير جدا؟ ليه الباور بي اي بيقدر يتعامل مع حجم الملفات الكبير في حين ان الاكسل لا؟ يعني ممكن حد يفكر معايا ليه، يقول لي ليه الباور بي اي قادر انه يتعامل مع حجم ملفات كبير وحجم داتا كبيرة في حين ان الاكسل لا؟ يعني حتى لو هنهبد يعني عادي. المهم ان بيوبتمايز، احنا نفكر هو يعني. بيوبتمايز يعني، هو بيعمل حلو، اوبتمايزيشن. ماشي، يعملوا اوبتمايزيشن، بس ليه برضو؟ يعني هو ليه؟ ما هو معلش، ما هو هنا مليون ريكورد وهنا مليون ريكورد، بس ليه هنا صعب اتعامل معاه وهنا سهل اتعامل معاه؟ الباور بي اي ما بتعب نفسه، بياخد لان سامبل من الداتا وبيشتغل عليها. ازاي يعني؟ انا دلوقتي ده مثلا عباره عن كام ريكورد؟ مثلا على سبيل المثال الرقم ده مش صح، بس انا مثلا هنا بتعامل مع 127 الف ريكورد. أه، هل هو مثلا خد 5000 بس اشتغل عليهم؟ مش لا، في هيطلع لي انسايت البدايه صح؟ لما تيجي في البدايه بقول لك انا بتعامل مع التوب بتاع الالف مثلا. لا، هو بياخد سامبل من الداتا يشتغل عليها جوه الباور كويري. ايوه. ليه؟ عشان هو اللي انت هتطبقه على قيم معينة في العمود هي هتطبق على العمود كله، وده هنشرحه بكرة بالتفصيل. بس هل هو بياخد سامبل من مثلا 20 مليون ريكورد اللي انا بقول له روح لي اعمل لي بيهم انسايتس؟ لا، هو بياخد ال 20 مليون ريكورد عشان يطلع لي بيهم كلهم انسايتس، عشان يقول لي والله انا عندي 20 مليون مواطن، ال 20 مليون مواطن دول بين فئات عمريه كذا وكذا وكذا، 15 مليون 5 مليون كذا و5 مليون كذا و5 مليون كذا و5 مليون كذا فئات العمريه. عندي مثلا 10 مليون ذكر و10 مليون اناث. طب هو عرف منين ال 10 مليون وال 10 مليون الا اذا كان معاه ال 20 مليون ريكورد، معاه ال 20 مليون داتا؟ ده عن طريق تكنولوجي معينه هو بيستخدمها، حاجه اسمها الاكس فيلوسيتي. الاكس فيلوسيتي دي يا شباب بتعمل انا عايز اقول شباب شباب شباب، وانتوا كلكم اكبر مني سنا فانا اسف بصراحه، بس متعود عليها دايما مع الناس يعني. بس بغض النظر ليه انا بس اسف، يا هندسه؟ ما بعتذر احنا لكم شباب يعني. برضو. يا احنا باشا شباب لا لا، انتوا، طبعا. عادي عادي، احنا شباب. بعتذر لكم جدا يعني بصراحه. لا، ما فيش اعتذار، استمر زي ما انت. طيب، فاحنا عندنا بالنسبه للاكس فيلوسيتي دي تكنولوجي الباور بي اي بيستخدمها عشان يعمل حاجه، بيعمل كومبريس لحجم الداتا اللي بيتعامل معاها للعشر. يعني لو هو بيتعامل مع حجم ملفات 10 ميجا، فاعتبرها الباور بي اي بيتعامل معاها كميجا. فهنا بيعمل كومبريس بالاكس فيلوسيتي دي من غير ما يضيع جودة الداتا، اصل في الاخر هي مش صورة مثلا البيكسلز بتاعتها هتقل، فهو بيضغطها عشان يعرف يتعامل معاها بالشكل ده. ثانيا، هو جوه منه الباور كويري اللي تقدر بقى تلينك معاه داتا كتيرة جدا. فحجم الداتا اللي بيتعامل معاه الاكسل كعدد روز هي مليون او في حدود المليون، ولكن مع الباور بي اي هو مش فارقه معاه حاجه، هو كده كده بيتعامل مع ملايين من الروز بالتكنولوجي بتاعته اللي هي الاكس فيلوسيتي.